الطلبات اللي انا بتلقاها من الناس اللي بتسأل على الريتريت. في ناس بتبعت تقول انا هحجز دلوقتي وهدفع بكره الصبح او هدفع النهارده وانا مهتمه جدا وعايزاكي، وبعدين يختفوا. في ناس بتسأل على تفاصيل وهميه، العربيه اللي هتودينا الفيوم هي نفس العربيه اللي هتودينا الرحله بتاعت الحاجات اللي هنتفرج عليها في الفيوم. النيه مش ان انا انتقد اللي بيحصل، انا عايزه اخد ده كمثل اوريكم بيه حاجات مهمه. البني ادم اللي بيقول انا خلاص بكره هحجز وانا مهتم وانا جاي، ليه بيقول حاجه وما بيعملهاش؟ حاولي تبصي على حياتك وتشوفي ايه كميه الحاجات اللي انت بتوعدي نفسك بيها عشان انت متخيله انك هتعمليها، او يمكن انت نفسك تعمليها لكن مش قادره تعمليها، او يمكن بتقولي كده لكن ما بتوفيش بوعدك. بتعملي كده مع مين؟ انا كنت من الجورو بتاع الماني والويلث، الفلوس والغنى، في امريكا، وخدوني كلايف كوتش بالتيم بتاعهم بتاع اوروبا. والراجل ده علمني الجمله فضلت في دماغي لغايه النهارده: الطريقه اللي بنعمل بيها حاجه بنعمل بيها كل حاجه. فلما انت تبقي بمنتهى التاكد اللي في الدنيا تقولي انا هدفع بكره وانت تختفي، بتعملي ازاي ده في حياتك؟ حاولي تسالي نفسك لما انت بتقولي كده بمنتهى التاكد ده وبتعملي وعد للي قدامك بانك هتعملي كوميتمنت وبعدين ما بتوفيش بيه، انت تبقي عارفه ده، انت نفسك في ده، اسالي نفسك بتعملي ده بالطريقه دي ليه، وهل ده جايب لك النتيجه اللي انت عايزاها ولا بيخلي الناس ما تثقش فيكي؟ ده سؤال مهم. فالطريقه اللي احنا بنعمل بيها حاجه بنعمل بيها حاجات كتيره قوي، وده السبب اللي مخليني اتكلم على ده النهارده. الست اللي بتسال على التفصيله الوهميه بتاعت اني عربيه هتودينا، انت سايبه كل الحاجات المهمه اللي هتتعمل، وطبعا دي برضو اختفت. فالسؤال، انت حاطه انتباهك في حياتك فين؟ في اني تفاصيل بتبصي؟ لو التفصيله التافهه دي هي اللي انت بتفكري فيها، الحاجات المهمه بتعملي فيها ايه؟ اسالي نفسك السؤال ده. في ناس بتقول انا خايفه اجي علشان الشغل ده عميق قوي. اسالي نفسك انت خايفه من ايه؟ ايه اللي انت خايفه انه يتشاف؟ احتمال حاجه انت لسه مش جاهزه لها. وانا عايزه اقول لكم يا جماعه، انا ما بتعداش حدود اي حد. يعني اللي عنده استعداد يشوف قد خرم الابره بساعده يشوف خرم الابره، اللي عنده استعداد يشوف قد كده بساعده يشوف قد كده. انا ما بتعداش حدود قدرتك على انك تواجهي نفسك في اي حاجه. حتى لو انا شكلي بهبش في الناس وان انا شغلي وان انا عميق، انا دغري قوي، وانا بحب اشتغل في الاعماق، وبحب الناس تلاقي الحاجه الاصيله اللي جواهم. غير كده انا ما عنديش اهتمام. فاسالي نفسك ايه اللي انا خايفه منه، وخايفه منه ليه، وده بدفع ثمنه قد ايه في حياتي، وهل الان ده ميعاد يناسبني، انا حاسه اني قادره اواجه ده ولا لا. بالطريقه دي قرارك بيساعدك على انك تبتدي توعي على خوفك، وبوعيك على خوفك انت بتخدمي خطوه قدام حتى لو ما جيتي. الحاجه الرابعه، حد ابعت له او يبعتوا له الادمن، هو اللي بيعمل الحاجات دي بتاع الصفحه، اللي انا متشكره لهم جدا. التيم قايم بدور عظيم معايا في الريتريت ده. بنبعت لهم اللينك بتاع الPDF اللي فيه كل التفاصيل. تبعت تسال تاني ممكن التفاصيل، بتبصي، بتقري، بتنتبهي للي بيجيلك ولا ما بتنتبهيش؟ دماغك فين؟ بتبذلي مجهود عشان تعرفي ولا بتعدي كده وخلاص؟ سكرولنج اللي احنا عايشين بيه اليومين دول 5 خطوات علشان تتخلصي من التراوما بتاعت حياتك. اللي احنا عملناه في حياتنا، عاداتنا وتقاليدنا، كل ده هنخلص منه في 5 خطوات في 5 ايام؟ صباح الخير يا جماعه. وبنت تقولوا على شغلي عميق وخايفين. فاضل لي اماكن قليله جدا جدا جدا، 5 اماكن. ليه؟ لان انا بشتغل بطريقه شخصيه جوه المجموعه، والمجموعه مهمه في الشغل علينا، كل جروحنا وقصتنا مع امهاتنا. لان كل الحاجات اللي احنا بنعملها غلط في علاقاتنا مع اي حد كله جاي من جروحنا مع امنا. عشان كده انا قلت لكم في البودكاست بعد ربنا ماما. ماما وعقدتنا مع ماما وقصتنا مع ماما وسجننا في قصة ماما اللي احنا بنحاول نتحرر منه، وهي دي رسالتي. علاقتنا بجسمنا، علاقتنا بالآخر، علاقتنا الحميمة، قدرتنا ان احنا نحضن او ما نحضنش، نحس بجسمنا، نحس نفسنا حلوين كراجل او كست، ليها دعوة بجروحنا في علاقتنا مع ماما. والجروح دي اللي انا بتكلم عليها، ما بتكلمش على الناس اللي حصلت لهم حاجات كبيرة قوي، انا بتكلم على الناس اللي عندها حتى علاقة عادية، لكن في العلاقة دي في ماما اتربت بطريقة معينة فربتني بطريقة معينة، ماما عندها اعتقادات معينة، ماما عندها قدرات معينة. فاحنا عايزين نتعرف احنا خدنا ايه من ماما مضايق علينا حياتنا، وخدنا ايه من ماما حلو نقدر نشكرها عليه من قلبنا، بس باعترافنا بالحتة اللي احنا خايفين نشوفها. اشوفكم على خير جميعا.